بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلوني أسس حق كلمتي اليوم. واحد ولده يعطيه بيزات شهريا يجيب له فلوس، ما يعرف وين يشتغل، ما يعرف وين يجيب البيزات، ياكلها. حق الأبو على ابنه. الأبو اكتشف أن ولده حرامي سارق ياخذ فلوس الناس. هل يجوز له أن ياخذ من ابنه؟ هذه حالة. حالة ثانية، أنتم صغار أطفال وأبوكم يصرف عليكم، ما ترون من وين يصرف. شك وشبك اكتشفتوا أنه هو يبوق أخوه، يبوق عمكم ويأكلكم. هل يجوز لكم أن تأكلونه؟ طبعا مع كل الاحترام، الطائفة الشيعية عندهم اعتقاد واضح: أي شيء مغتصب لا يجوز مساسه. لذلك في البحرين تحصلون أراضي مهددة. من الذي الأرض؟ يقول لك والله هذه مغتصبها أخوه من أخوه، أو زوجة من زوجها أو العكس. لذلك ما يقربونه. أنا بسألكم بالله عليكم، الآن هسه أحد في البحرين ما يعرف بأن فلوس التي تصرف حق 80، ما بقول الكل، حق 80 شوري ونائب، من أموال ليست أموال حكومية، أموال بالقياس العقلي هي مغتصبة من صندوق ناس تجمعوا. بل هناك منهم الآن هم أيتام. هل يجوز لنوابنا لشورينا أن يأكلون مال مغتصب مأخوذ بالقوة؟ ما كانوا ويانا، هم ما دفعوا ويانا ولا شيء. الحكومة قالت عطوهم، عطتهم. الحكومة هل هي معنية بهذا الصندوق؟ كلام واضح. معالي الوزير قال بكل أريحية، قال هنا نبي ننعش صناديقكم، مداخيلكم ما تكفي مصاريفكم. الحكومة ما لها علاقة إلا الإشراف. أيام اللي كانت الحكومة هي الممول وهي الكفيل وهي الضامن، فلا حول ولا قوة. الآن من الممول؟ من الكفيل؟ الحكومة نفسها عليها استحقاقات. الآن تقول ما عليه يا جماعة، صبروا علي بدفع لكم. فأنا اليوم أرفع صوتي ليكون حجة عليكم 80 أنتم وغيركم من اللي ياخذ فلوس يعرف ان هي ليست فلوسه. كما يقال: من لا يملك اعطى من لا يستحق. معي يا اخوان، هذه ليس بتشريع، ليس بقانون، نتكلم عن حلال وحرام. هل هذا حلال؟ هل هذا حرام؟ بس فقط. كلمناكم مره ومرتين وثلاث ما فات. كلمنا الحكومه مره ومرتين وثلاث ما فات. كلمنا المجلس، يا مجلس وقفوا رواتبهم، ما فات. الآن أنا محمد زياني أقف أمامكم أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حجة عليكم. من لا يملك أعطى من لا يستحق. أموال اللي تأخذونها، الرواتب اللي تأخذونها هي رواتب أموال مقتصبة من صناديق أيتام وشيوخ كبار سن وأصحاب إعاقات. فهل يحق لكم؟ ما بلش لكم من باب آخر وهو الباب الأهم. في آية في القرآن تقول: وبئر معطلة وقصر مشيد. البئر اللي يشربون من الإنسان معطل مسدود، يبي أحد يكشفه، وقصور دار مداره. هذا اللي قاعد يصير الآن في بلدنا. نائب يحضر يوم واحد لا يعرف كوعه من بوعه، ياخذ 4500 دينار. تظنونها بلاش جايتكم؟ لا، هي هذه الرقمة، هذه تسكيرة الفم. أول شيء بتذبحون على من يفوز بالكرسي، وبعدها الاستمرارية والرضا ومهمات فأنا أقول لكم اليوم بتستانسون اللي خذاها، خاصة برلمان 2002 ما اندفع ولا شيء عنكم. وأنا عندي شك ان الحكومه ما تدفع حتى على البقيه.
حتى على كثير منهم. قالها وزير الماليه، قال لكم فلوس عندنا ان شاء الله بنعطيكم على سعه. صح؟ فلوس من وين جاتنا؟ فلوسنا هاي من وين؟ انا كمشارك في هذا الصندوق اخذ قرض ادفع دم قلبي، اخذ 30 راجع 60 ويمكن 70 ويمكن 50، والحكومه تاخذه. والله تعالوا تشوف المشروع مع وزاره النفط، والله تعالوا ساعدوا طيران خليج. والله في بنك في اخر العالم منكسر عطوه، شركه في جهنم تعالوا ساعدوها، تعالوا اشتروا اسهمها، تعالوا تستملكوها. هم يقررون والخساره احنا نتحملها. هل يجوز؟ لا اظن. ارجع واقول انا خصيمكم يوم القيامه. محمد زياني يقول لكم حق ال80، انا خصيمكم يوم القيامه. من لا يملك اعطى من لا يستحق اموال مقتصبه من صناديقنا. وختاما ما في شيء اقوله. سمح لنا جلاله الملك ان نتكلم، تكلمنا، بس هاي اللي نقدر عليه. والسلام عليكم.